اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد في جزئيه الفيجواليزيشنز والداتا فيجواليزيشن. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن اللاين والاريا تشارت والاستخدامات الشائعه بالنسبه لهم وازاي بنستخدمه وازاي بنخليه مفعل داخل الباور بي اي. لما نيجي نشوف اصلا اللاين والاريا تشارت لازمتهم ايه، اكتر استخدام مناسب ليهم هو حاجه اسمها التشينج اوفر تايم. التشينج اوفر تايم ده او التغير الزمني او تغير القيم عبر الزمن. لو احنا جينا نبص هتلاقي ان اللاين تشارت بيقول لي ايه هو الترند لاين او اتجاه الترند في مكان شكله عامل ازاي او قصاد قيمه شكلها عامل ازاي. على سبيل المثال مثلا لو انا عندي مثلا المبيعات خلال السنه مقسمه للشهور، انا عايز اعرف ايه اكتر شهر كان مبيعاتي فيه اكتر حاجه، فاستخدم اللاين تشارت او الاريا تشارت توضح لي الترند كان شكله عامل ازاي، وبالتالي اقدر احدد ايه هي الشهور الاكثر مبيعا بالنسبه لي، وهل انا زدت عن شهر وبعد كده قلت تاني وطلعت تاني وهكذا. فده بيستخدم في التشينج اوفر تايم. طيب ايه الفرق ما بين اللاين والاريا؟ اللاين بيعبر فقط عن القيمه، زي ما انت واخد بالك كده بيعبر عن الترند لاين كفاليو. اوكي. اما هنا بالنسبه للاريا تشارت فهو بيعبر عن الفاليو والفوليوم اللي هو الحجم بتاع التأثير ذات نفسه، فهتلاقيه مظلل تحت. ده شكل مثلا الاريا تشارت. نفس الفكرة، انت مثلا عندك تغير على مستوى الشهور في سنة معينة او على مدار السنين، فالترند لاين شكله عامل ازاي بالفوليوم بتاعته وحجم التأثير بتاع الشكل نفسه عامل ازاي. تعالوا مع بعض نروح للباور بي اي ونشوف التطبيق العملي هيكون شكله عامل ازاي. ده يا شباب الباور بي اي. فتعالوا مع بعض نطبق جزئيه مهمه جدا اللي هي اللاين والاريا تشارت. لو جينا مثلا عند اللاين تشارت فهتلاقيه نفس الفكره بالظبط اللي كانت تخص البار تشارت. مطلوب عشان يشتغل اكس اكسس وواي اكسس. تمام. طيب الاكس اكسس احنا قلنا ان احنا محتاجين اوفر تايم، يعني محتاجين تواريخ معينه تبقى موجوده في الاكس اكسس. طيب احنا ممكن نحط ايه؟ ممكن نحط على سبيل المثال مثلا المانث، الشهور. فالمانثز هنا دلوقتي ال 12 شهر بتوعي دول اللي هيكونوا على الاكس اكسس. طيب الواي اكسس هيبقى فيها ايه؟ الواي اكسس لو ادينا له مثلا السيلز فهتلاقيه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. التغير الزمني بيبدا هنا بيبقى عالي شويه، يبدا يقل يزيد يقل، بعد كده يوصل انه بيبدا يزيد لحد ما يوصل لحد شهر 6، بعدين يقل تاني في شهر 7، وبعدين يبدا يزيد تاني لحد ما يوصل لحد شهر 12. ده الاوفر تايم او التشينج اوفر تايم بالنسبه للسيلز لكل شهر من الشهور اللي عندي دي. طيب لو انا دلوقتي جيت عايز احط البروفيت كمان، فاقدر احط البروفيت عادي جدا تحت السيلز. فهتلاقي ان انا عندي تو لاين، وكل لاين منفصل تماما عن التاني وكل واحد بيعبر عن القيمه بتاعته. طيب خلينا نشيل كده البروفيت دلوقتي. ده بالنسبه لنا ده اللاين تشارت. طب الاريا تشارت، تخيل معايا كده لما اضغط على الاريا تشارت ايه اللي هيحصل معايا؟ ولا اي حاجه، نفس اللاين تشارت اللي كان موجود بس تحت منه تم تظليل القيمه بشكل يوضح لي الفاليوم والحجم بتاع السيلز في الشهر ده كانت شكلها عامله ازاي. تمام. ده الفرق ما بين اللاين تشارت والاريا تشارت. طبعا لو احنا دخلنا في الجزء بتاع الفورماتنج، انا حابب ان الفورماتنج يبقى في جزء منفصل تماما عن كل فيجوالايز الفورماتنج بتاعته. احنا ممكن بعد كده نجمع بقى كل الفيجواليزيشنز في فيديو واحد ونشرح الفورماتنج بتاعته وازاي بقى نكبر الفونت بتاع الاكس اكسس والواي اكسس وازاي نغير الالوان وكل الكلام اللطيف ده. تمام. احنا بس مركزين على جزئيه استخدامنا للفيجوال نفسه بيكون عامل ازاي، والتطبيق العملي بتاعه بيكون عامل ازاي. بس اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.